إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. سيدنا مالك بن دينار لقى الناس بتتجمع في الجامع للصلاة، فسأل فيه إيه؟ قالوا له يا إمام قد أمسكت السماء الأمطار وجفت الأنهار. فدخل معاهم المسجد علشان يصلي معاهم ويدعو الله لعل الله ينزل المطر. فبقوا يصلوا من صلاة الظهر لصلاة العصر وهم بيدعوا ربنا، وبقوا يصلوا من صلاة العصر لصلاة المغرب وهم بيدعوا ربنا، ومن صلاة المغرب لصلاة العشاء وهم بيدعوا ربنا، ولكن المطر منزلش. والله سبحانه وتعالى لم يستجب لأحدهم، فيقول ذهب الناس إلى ديارهم وبقيت في المسجد ولا دار لي. وإذا أنا كذلك إذ يدخل رجل أسود أفطس أبجر، يعني صغير الأنف كبير البطن، ومعه خرقتان يستتر بواحدة ويضع الأخرى على عاتقه من شدة فقره، فصلى ركعتين ولم يطل، فالتفت يمينا لم يرى أحد، والتفت يسارا لم يرى أحد، فرفع يده إلى السماء وقال إلهي يا سيدي ويا مولاي، حبست المطر عن بلادك لتؤدب عبادك، فأسألك يا حليما ذا أناه، يا من لا يعرف خلقه منه إلا الجود، أن تسقيهم الساعة الساعة. فيقول مالك بن دينار ما إن أنزل الرجل يداه إلا واظلمت السماء وجاءت السحب وأمطرت السماء من كل مكان. يقول مالك بن دينار فعجبت من الرجل فخرج فتبعته حتى صار بين الأزقة والدروب، وإذ به يدخل دارا فما وجدت شيئا أعلمها به إلا بضعة من طين، فعلمتها ثم ذهبت، فأتيت في الصباح إلى الدار التي علمتها فعرفتها، فإذا بالدار هي بيت نخاس يبيع العبيد، فقلت يا هذا أريد أن أشتري منك عبد. فيقول عرض علي الطويل والقصير والوجيه، فقلت أما عندك غير هؤلاء؟ فقال لا، حتى يئست، ثم ذهبت، وإذا بي وأنا ذاهب وإذ بكوخ من خشب، فسألت الرجل هل من أحد في هذا الكوخ؟ فقال نعم، ما هو إلا عبد لا يصلح لشيء. فقلت اجعلني أراه. فقال هذا لا يصلح لك. فقال بل اجعلني أراه. فذهب فرآه فعرفه، وعرف أنه الرجل الذي كان بالمسجد أمس، فقال للرجل أريد أن أشتري هذا العبد. فقال هذا لا ينفعك بشيء. فقال بل أريد أن أشتري هذا العبد. فقال لعلك تقول غشني الرجل. قال بل أريد أن أشتري العبد. فباعه الرجل العبد وبخث في ثمنه. فيقول حين استقر بي المقام في بيتي رفع العبد رأسه إلي وقال يا سيدي لما اشتريتني وهناك من هو أبهى مني وأجمل مني وأقوى مني، فإني لا أصلح لك ولا أنفعك. فقال له مالك بن دينار أما أنت الرجل الذي كنت بالمسجد أمس فدعوت الله، فما إن أنزلت يديك فأمطرت السماء؟ فقال العبد ليس هذا بأنا، لعلك أخطأتني. فقال مالك بن دينار بل أنت. فقال العبد أعرفتني؟ قال نعم. قال أتيقنتني؟ قال نعم. فخر العبد رأسه ساجدا لله، فيقول مالك بن دينار قد أطال السجود، فطأطأت رأسي أتحسسه، فإذا به يقول يا صاحب السر إن السر قد سهر، فلا أطيق حياة بعدما اشتهر. أي سر سره وأي سر سرنا. اللهم اجعلنا من عبادك الأتقياء الأغنياء الأخفياء. جاء رجل إلى أمير المؤمنين وهو جالس وكان معه ابنه، فنظر أمير المؤمنين إلى الرجل وإلى ابنه فقال سبحان الله ما أشبه ابنك بك. فقال الرجل
أما لو علمت يا أمير المؤمنين كيف ولدته أمه، فقد ولدته وهي ميتة. فتعجب أمير المؤمنين فاعتدل وكان متكئا، فقال أخبرني. فقال الرجل: كنت مسافرا وكانت أمه حبلى به، وحين هممت بالسفر استوقفتني أمه وهي تقول: لا تسافر، كيف تسافر وتتركنا وحدنا وأنا على وشك الحمل؟ يقول الرجل: وضعت يدي على بطنها وقلت: اللهم إني أستودعك طفلي هذا. فانصرفت وذهب الرجل، ثم عاد بعد فترة من الزمن فوجد داره مغلقة. فلما سأل أخبروه أن زوجته قد توفت وأنهم دفنوها. فذهب إلى قبرها وهو يستعوذ الله، ثم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم انصرف، فيقول: وإذا بي وأنا جالس مع أبناء عمي بالليل، وإذ بدخان في السماء يخرج من الأرض، فلما هممت وسألت القوم انصرفوا عني، فذهبت فسألت أقربهم إلي، فقال: إن هذه الدخان تخرج من قبر زوجتك لها 3 أيام. فقال الرجل: والله ما علمتها إلا زوجة صالحة صوامة قوامة. فهم الرجل فنبش قبر زوجته ليطلع على الأمر، فوجد ابنه الجنين في حضن أمه وهو يرضع من ثدييها داخل القبر. فأخذ ابنه وأغلق القبر على أمه وذهب. وهو في الطريق إلى بيته إذ سمع مناديا ينادي: يا هذا، قد استودعتنا طفلك فرددنا إليك وديعتك. فقال العلماء: والله لو استودع أمه لما ماتت. فاعلموا عباد الله أن من عباد الله من هم طوافون سائحون في الأرض أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره.